يا ترى ليه الشخصية النرجسية بتنجذب للشخصية الحدية؟ طب الأول يعني إيه شخصية نرجسية؟ أو اللي عندها سمات الشخصية النرجسية إيه هي؟ أول حاجة 6 علامات بتقولك إن أنا عندي سمات ونراقب ده فينا أو في الآخر عشان بس نعرف إحنا بنتعامل مع إيه. يعني أهمية ده إن أنا أشوف نفسي وأشوف الآخر. طيب أول حاجة هو شخص بيدور طول الوقت على الإعجاب. لازم حد يعجب بيا، لازم انا اصلا انا نفسي انا معجب بنفسي، فلازم حد يعجب بيا. فطول الوقت ببحث بشكل او باخر عن الاعجاب. الحاجة التانية لا اقبل النقد بتاتا، ما حدش ينقدني في اي حاجة خالص. الحاجة التالتة انا دايما فكرة اللوم والعتاب وان انا اعترف باخطائي. استحالة 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 ان الشخص النرجسي يعترف باخطائه. طيب صعب قوي ان انا اتعاطف مع حد قدامي، صعب قوي ان انا احس بمشاعر حد، صعب ان انا احط نفسي مكان حد، صعب جدا. الحاجة الأخيرة أنا دايما علاقاتي فيها شد وجذب، فيها تواجد وانسحاب، دايما في أكشن في علاقاتي. دي كده 6 علامات بتقول لنا يعني إيه شخص نرجسي. طيب إيه العلامات اللي بتقول لنا يعني إيه؟ وفي تمرين هنبقى نقوله لو أنا عايز بخطوات معينة أعرف إذا كنت أنا شخص نرجسي ولا لأ. طيب ايه العلامات اللي بتقولي ان انا شخصيه حديه؟ يعني هحط التمرين ده لوحده في فيديو لوحده. ايه العلامات اللي بتقولي ان انا شخصيه حديه؟ اول حاجه عندي مشاعر قويه قوي، بزعل قوي 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 وبفرح قوي قوي، والفرق ما بينهم حاجه بسيطه قوي. يعني في ثواني معدوده ممكن اقلب من اعلى مود فرح لاعلى مود حزن في ثواني معدوده. طيب عندي تقلب في المزاج بطريقه كبيره، ممكن كلمه تفرحني كلمه تزعلني، موقف يفرحني موقف يزعلني. الحاجة التانية عندي احتياج شديد للحب، محتاجة أحب ومحتاجة أتحب ومحتاج مشاعر جدا. عندي خوف شديد من الهجر، إن اللي قدامي يمشي، اللي قدامي يبعد عني، فأنا دي من المخاوف اللي موجودة عندي. طيب إيه كمان؟ عندي العلاقات دايما فيها توتر، فيها قلق، أنا خايف، أنا براقب، أنا ببص ممكن يمشي، ممكن يروح فين، ممكن يبعد عني. عندي حساسية مفرطة زيادة عن اللزوم من أي موقف أنا بتعرض له. فدايما المشاعر عند الشخصية الحدية بتاخد حيز كبير قوي، يومها مشاكلها بتدور حول المشاعر. وبرضه هعمل فيديو فيه تمرين عن ازاي اعرف ان انا شخصية حدية ولا لا. طيب ليه الشخصيتين دول بيبقوا دايما في علاقات مع بعض، الشخصية النرجسية والشخصية الحدية؟ طيب العلاقة اللي ما بينهم هي علاقة ممكن تستمر ولكن هي علاقة مش صحية. يعني اللي بيسأل العلاقة الشخص النرجسي مع الشخصية الحدية علاقات مستمرة ولكنها علاقات غير صحية بالمرة. فمش معنى ان العلاقة مستمرة اذا دي علاقة صحية، لا مش شرط ابدا يعني. طيب ليه النرجسي بيعجب بالشخصية الحدية؟ النرجسي محتاج اعجاب، مشاعر، والشخصية الحدية اكتر حد بيعرف يدي مشاعر وبيعرف يعطي مشاعر بكم فظيع، لان هي عندها مشاعر فياضة اصلا. فدي اول نقطة بتخلي الاتنين دول ينجذبوا ببعض، انا عايزة اعطي والتاني عايز ياخد، فدي اول نقطة بتخليهم ان هم ينجذبوا لبعض. بتعرف تدي حب باهتمام، حب بعمق، اهتمام زايد، بتعرف تدي من قلبها، بتبقى مهتمة بالتفاصيل، وكل ده بيغذي النرجسي اكتر واكتر. طيب الحاجة التانية، الحدية عندها تخوف من الهجر، والنرجسي بيبدأ بقى يمارس معاها فكرة التجاهل والانسحاب والرجوع فجأة والعودة فجأة، فيبدأ ينشط عندها المخاوف بتاعتها، فتمسك فيه أكتر عشان ما تتعرضش للمخاوف دي، وتفضل اللعبة بينهم شغالة بنفس الطريقة دي. طيب النرجسي بيعرف يبهر، بيعرف في الاول يدي برضو مشاعر حلوه، بيعرف يطلع اللي قدامه لسبع سماء، وده بيغذي عند الحديه فكره المشاعر، فهو بيديها مشاعر فتبدا هي تدي كمان ايه اكتر، على اساس ان ده الطبيعي بتاعه، هو بتبقى فتره في الاول فتره مؤقته. الاتنين بيعانوا من فكره الجرح الداخلي. الجرح اللي هو ايه؟ النرجسي فكرة الإهمال أو عدم الاهتمام، والحدية بس كل واحد منهم بيتعامل بطريقته. النرجسي بيصب اهتمامه على نفسه ويشوف نفسه أحسن حاجة ممكن تكون، والحدية بتبدأ الإهمال أو عدم الاهتمام أو الجرح الداخلي ده بتبدأ تدي اهتمام أكتر للي قدامها، تحب أكتر اللي قدامها. طيب النرجسي بيحاول ان هو يعمل دور المصلح، ان انا هصلح لك بقى الاخطاء اللي عندك، والحديه بتتعامل مع النرجسي بدور المنقذ، انا هنقذك من اللي انت فيه. فده دويتو او ثنائي منسجم جدا مع بعض، لكن العلاقه مش علاقه صحيه. طيب مين اللي يقدر يخفف حده العلاقه دي او يعني يوازنها شويه؟ هي الشخصيه الحديه.
لان هي بتبقى مدركه، هي ممكن تكون بتعترف باخطائها، بتعترف، بتقدر ان هي تشوف نفسها ان هي شخصيه حديه، بتقدر. انما النرجسي ما بيقدرش يشوف نفسه كده. فهنا اصلاح العلاقه متوقف على مين؟ على الحديه، وعلى ان هي تعرف كيف تدير العلاقه بينها وبين النرجسي بدون ما تكون ضحيه ليه. بتقدر تعمل الكلام ده. دي كده كانت فيديو سريع عن ليه الشخص النرجسية الشخصية النرجسية والشخصية الحدية بيبقوا ثنائي هايل جدا في العلاقات، ونعرفهم ازاي. كم الدراما وكم الاكشن وكم الاون واوف اللي موجود في العلاقة تعرفك ان دول شخصية نرجسية وشخصية حدية. فدي كانت كده معلومات بسيطة عنهم. انا لايف كوتش شيماء حزة، اشوفكم على خير.